السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من حضراتكم الاستماع والاستنصات جيدا للمنتجات اللي أنا هعرضها لحضراتكم، لأن أنا عندي رفايع كتير، فإن شاء الله هعرضها، فلعل وعسى أي إنسان يكون له نصيب في الحاجة اللي أنا بقدمها. طبعا أنا مش عارف هبتدي منين بالظبط بالنسبة للحاجات اللي موجودة، لأن عندي الحاجات متواجدة بكثرة وممكن تلخمني. يعني في حاجات أنا جبتها من الغرفة اللي خلف الموبايل مباشرة، وفي حاجات أنا مش عارف أجيبها لضيق المكان عندي، ولكن بإذن الله أرجو من حضراتكم الاستماع جيدا للأسعار، لأن في ناس كتيرة بتسألني وبتستفسر عن حاجات أنا أصلا شارحها. عندي أول شيء أنا مش عارف هجيب إيه بالظبط اللي أنا هشرحه لحضراتكم، ولكن اللي إيدي إن شاء الله تتحط عليه هو اللي أنا هعرضه. أول حاجة هنتكلم على الجرادل. عندي هنا دي مجموعة جرادل، العدد للجرادل دي 10. اللي حابب ياخد ال10 على بعض مفيش أي مشكلة، حابب ياخد جردل 2 3 برضه ما عنديش أي مشكلة. طب عندي الجردل ده بالغطا بالغطيان بتاعته، ادي ده شكل الغطا بتاعه، ده الغطا. وعندي الجردل هنا الطول بتاعه حوالي 35 سم او 30 سم مع العجز والزياده. طب السعر كام؟ السعر للجردل 40 جنيه. اللي عايز ياخد جردل 2 3 مفيش اي مشكله. والجرادل بفضل الله كانت عندي علاف جابها استعملها وبعد كده قفل على طول ما كملش، يعني جرادل جديده، ده سعره 40 جنيه. ده اول شيء بالنسبه للجرادل. عندي هنا طبعا بسم الله، عندي هنا كولمان. الكولمان ده الطول بتاعه طبعا طول مناسب، يعني حوالي 40 سم، ده الطول بتاع الكولمان. عندي طبعا هنا الزرار الخاص بالكولمان ده شغال 10 على 10 ما فيهوش اي مشكله. عندي ادي الشكل اهو من الجناب بالنسبه للكولمان ما فيهوش اي مشكله. ادي القاعده من تحت وادي الشكل من جوه. ايه اللي ناقص الكولمان ده؟ الغطا بتاعه مش موجود عندي، دي شكله من جوه. طبعا هو فيه شرخ بسيط، الكولمان من الداخل اهو الشرخ اهو، مش عارف هو مش واصل لحضراتكم، هو مش واضح على فكره لان الاضاءه عندي شديده شويه، ولكن هو بالنسبه للشرخ اللي فيه ده ما يعبوش، لان عندي الكولمان ده طبقتين، طبقه اولى داخليه وطبقه خارجيه متبرشمه في الطبقه الثانيه، فدون ما فيهوش اي مشكله. اي انسان او اي اخ هيحط في قلبين مي ما بيخرش، ما فيهوش اي تنقيط، ما فيهوش اي شيء. لكن الشرخ اللي جوه ده اللي في القاعده اللي هو في الطبقه الاولى الداخليه مأثر عليه، مش مأثر عليه في اي حاجه، لان عند الطبقه الخارجيه سليمه ما فيهوش اي مشكله. اللي هياخده مني على ضمانتي الشخصيه، ياخده يحط التلج في قلبيه ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اي شيء، وانا مش عارضه بفلوس، انا هنزل في سعره لان الغطا مش متواجد مع اللي حابب ان انا اجيب له الغطا ما فيش اي مشكله، وهحاسبه عليه. حابب هو يجيب الغطا سهل، بيجيبه من شارع نجيب الريحاني ما فيهوش اي مشكله، وبيلاقيه متواجد بكثره. ولكن عندي الحنفيه شغاله، وان شاء الله انا فضيته من الميه اللي كان عند الاخت اللي كان متواجد عندها، فضيته وشغلته ما فيهوش اي مشكله وجربته قبل ما اخده. طب دي سعره كام؟ دي سعره 80 جنيه، انا مش هتكلم في 100 جنيه، سعره 80 جنيه، سعر غير مبالغ فيه لانه ده عامل 350 جنيه. انا هتكلم في 80 جنيه، والاخت او الاخ اللي هياخده يجيب له الغطا الخاص بيه فيه شرخ من الداخل مش مؤثر عليه. اظن كلامي واضح، ما بينقطش ولا في اي مشكله، والسعر 80 جنيه. ده طبعا بالنسبه للكولمان. عندي هنا دي فلاشه، الفلاشه دي 32 جيجا بايت. طبعا انا عندي الفلاشه اهي، دي شكل الظهر، عندي دي شكل الوش اهو للفلاشه. طب انا افتح الفلاشه اهي كده، فيها زرار بينزل طبعا الفلاشه اهي، انا هدوس على الزرار نزلت معايا، هرفع تاني كده اترفعت معايا، هنزل تاني. دي سعرها كام؟ سعرها 150 جنيه، 32 من 16 لان ال 16 عامله 150 جنيه، ال 32 تعمل حوالي 250، انا عارضها ب 150 جنيه. فلاشه جميله وفلاشه محترمه وعلى التجربه، يعني الحاجه تاخدها مني بفضل الله. في اي مشكله انا بقول، ما فيش مشكله انا برضو بقول. عندي سماعه ودن، السماعه دي انا هفتحها لحضرتك كده، انا فتحت السماعه اهي، السماعه دي بفضل الله اهي، وهي كده انا افتحها. هي طبعا لما اهي كده انا اضطريت ان انا اقفلها عشان تنور معايا كده. السماعه منوره، جايبه الشاحن بتاعها، الشاحن بتاعها 46%، وطبعا بينزل وبيطلع. ممكن حضرتك او حضرتك تستعملها لاي شاحن تليفون، يعني عندي وصله هنا لليو اس بي اهي، وعندي وصله هنا اليو اس بي دي لوصله الشاحن، وعندي الوصله دي برضو يو اس بي لاي فلاشه، يعني تحط عليها اي فلاشه، تحط عليها اي شحن وتشحن الموبايل. يعني لو معايا الموبايل بتاعي وعايز اشحنه من دي، يعني دي بتمشي معاك الاتجاهين. اللي انا خدت السماعه دلوقتي راح اي مشوار والسماعه في جيبي والتليفون فصل مني شحن، وانا معايا الوصله ممكن احط الوصله هنا في اليو اس بي واوصل للتليفون يشحن معايا بدون اي مشاكل. حابب ان انا استعملها كسماعه للودان ما فيهاش اي مشكله. السماعه دي ايه مشكلتها؟ انا لما جيت اشتريتها من صاحبها دخل عليها صالون حلاقه، وانا حطيتها في وداني يعني جربتها على السريع. طبعا لما جربتها منه لقيت في سماعه واطيه وسماعه عاليه. هل انا ظبطت
السماعات وعلتها ما عملتش فيها اي حاجه، هل هي فيها اي مشكله؟ الله اعلم. انا سمعت سماعه عاليه في وداني والودن الثانيه اسمها سماعه واطيه سنه، طب دي سعرها كام؟ دي سعرها 100 جنيه، معاها سعر 100 جنيه. طبعا اللي هياخدها عايز يستعملها كشاحن للهاتف ما فيش اي مشكله، عايز يستعملها سماعات برضه ما فيش اي مشكله. عندي هنا مروحه، المروحه دي شغاله 10 على 10. طبعا انا هنا هرفع عندي الكباستور اهو، الكباستور اللي بيحك انا همسكه في ايدي اهو، امسكه عشان ما يظهرش الحكاكان فيه. طبعا عندي اهو، ادي المروحه. المروحه دي نوعها ايه؟ نوعها فريش. ادي شكل المروحه اهي، الشكل بتاع المروحه اهو، دي نوعها فريش. عن طبعا المروحه ايه، المفروض اللي دي البلاستيكيه دي بتقفل عندي هنا الكباستور ده، يعني الكباستور بيبقى جوه والوش ده بيقفل عليه. المفروض بيبقى فيه وش زي ده بيبقى في السقف، الوش ده بلاستيك بيتباع، بيبقى واحد هنا وواحد راكب فوق للمنظر او الشكل العام. اي اخت حابه تاخدها تركبها على كده مفيش اي مشكله. المروحه دي معاها ايه كده؟ دي الراس بتاع المروحه. هركنها هنا على جنب اوسع لنفسي. عندي هنا هبص هنا بسم الله نشوف الزرار بتاعها، ادي الزرار بتاعها برده زرار فريش. نفتح كده بسم الله، هي مستعمله على فكره، ما تفكروش ان الكيس دي اللي هي جديده، لا انا حاطط بس هي انا جايبها كده من صاحبتي. عندي ادي الزرار بتاعها زرار فريش، زرار اهو، دي الظهر وادي الغطا بتاعه، الغطا اللي بيبقى متبرش من ورا اهو، ده الزرار بتاع المروحه الفريش. طب نشوف معاه ايه تاني. معاه الريش بتاعتها، ادي 3 ريش، انا ولا مسحت ولا عملت اي حاجه، هي جوه اهي بترفع في قلب الكيس 3 ريش اهم. كده المروحه دي سعرها 600 جنيه. طبعا ان شاء الله اللي هيكون له نصيب معايا فيها هيجربها عندي في المكان سكني. فدي بالنسبه للمروحه الفريش 600 جنيه. عندي هنا بعض من الجزم، الجزم دي زي ما واضحه كده امام حضراتكم، ادي شكل الجزمه دي سعرها كام؟ هنقول سعر الجزمه دي هنقول 30 جنيه. طبعا انا مش مسعر، 30 جنيه الجزمه دي. لو حد حابب ياخدها مع بقيه الجزم هيبقى الجزمه ب 25 جنيه، حابب ياخد دي لوحديها سعرها 30 جنيه. دي طبعا بالنسبه للمقاس مقاسها 43، دي مقاسها 43 ظاهره اهي امام حضراتكم في الصوره. طبعا نركنها هنا على جنب. عندي هنا تاني جزمه تانيه اهي، الجزم زي ما واضحه كده امام حضراتكم، ادي شكل الجزمه نعدلها، ادي شكلها، دي نفس السعر 30 جنيه. حابب ياخد الجزم على بعض هتبقى ب 25 جنيه. المقاس بتاعها 43، ادي شكل الجزمه اهي مقاسها 43 كده تمام. دي الجزمه الثانيه. عندي هنا بسم الله نجيب الجزمه الثالثه. انا بس يعني انا مش ماسح الجزم، المفروض ان انا اقدمها لحضراتكم ممسوحه، دي جلد طبيعي ولكن انا مش ماسحها، دي مقاسها 45، مقاسها 45 30 جنيه. واللي حابب ياخدها دي مستعمله استعمال خفيف، ادي الظهر وادي الوش. اللي حابب ياخدها ب 25 ياخد الجزم على بعض، حابب ياخدها لوحديها هياخدها بخمسه، هياخدها ب 25 مع بعض ولوحديها ب 30 جنيه. ادي جزمه ثانيه اهي نفس النظام 43 المقاس بتاعها، ادي شكل الظهر. انا مش ماسح الجزم، نفس النظام جزمه جلد. ودي سعرها دي هنقول 20 جنيه مش 25، دي سعرها 20 جنيه عشان عايزه تتمسح كويس. تمام. عندي جزمه هنا ثانيه اهي، دي سعرها نفس النظام 20 جنيه، جزمه عايزه تتلمع وتتنضف، دي مقاس 42 20 جنيه كده تمام. دي بالنسبه للجزم. انا بجيب اي حاجه في ايدي اوسع بس لنفسي. عندي هنا ابليك، الابليك ده ادي المنظر بتاعه، ادي بيتعلق كده، بيتعلق ادي الاخرام بتاعته، الاخرام اهي بيتعلق كده في الحيط، بيتعلق كده في اللمبه بتاعته، واللمبه دي زرقاء بتنور بس انا السلك قصير مش عارف اجربها لحضراتكم. هنقول الابليك ده سعره هنقول 40 جنيه مع اللمبه، لمبه موفره جوه، سعره ده عايز يتمسح مسحه جميله، السعر بتاعه 40 جنيه ومع الفيشه واللمبه شغاله وكل حاجه. نركنه هنا على جنب. عندي هنا ابليك تاني اهو، ابليك اهو. طبعا الابليك ده اللي عايزهم على بعض مفيش اي مشكله. دي الشيلات بتاعته، عندي الشيلات دي خشب او الاشكال دي خشب، ادي شكله اهو، ادي شكل الابليك. عندي طبعا المفروض دول اللي هم بيركبوا كده. طبعا الانسان اللي هيكون له فيه نصيب ان شاء الله وياخدهم حابب يلزقهم مفيش اي مشكله، هم عايزين بس يتلزقوا. انا ركبت واحده اهو، المفروض الاثنين دول بيركبوا بس يلزقهم الافضل. عندي شكل الابليك، ادي المنظر العام بتاعه، ده منظره كده تمام. وادي الوش من جوه، طبعا دي ليه دوايه من جوه. دي سعره 40 جنيه. ده طبعا محتاج للمبه بس ويشتغل. النهارده سعر الدوايه بيعمل لها حوالي 15 او 20 جنيه. عندي ان شاء الله دول مجموعه من الشيلات البلاستيك الحريمي. دي زي حاجه انتيكان اللي بتتلبس ليهم. طبعا ده المفروض بيبقى ليه شماعات، في منهم اللي فيه شرخ هنا من فوق، اي اخ حابب ياخدهم يظبطهم. يعني انا اعرضهم بحاجه بسيطه، يعني الواحده ب 5 جنيه، 5 جنيه مش فلوس يعني، ولو اتوزنوا اصلا بلاستيك هيجيبوا اكتر من كده. ادي شكل
دي الاشكال المتواجده عندي اهي، ده الحجم الكبير، دي الاشكال المتواجده عندي، اي واحده من دول 5 جنيه، وانا ان شاء الله هبيعهم على بعض. هركنهم هنا على جنب بسم الله. عندي طبعا هنا 2 صغيرين اهو. طبعا انا الموبايل اتهز مني، انا استاذن حضراتكم ان انا اظبطه اثناء التصوير، طبعا لاني بركي الحاجه تحت الهاتف على طول. عندي حاجه زي كده اهي، دول 2 صغيرين برضو، الواحده ب 5 جنيه مع الكبار اللي انا قدمتهم لحضراتكم. عندي هنا بسم الله، عندي هنا كاوتش او عجله بتاعت عربيه، المقاس كام؟ ادي الجنط، ادي الجنط اهو الظاهر لحضراتكم، ده الوش الجنط اهو، وعندي هنا الشكل من الداخل اهو. عايز الغسله الجميله، هو نظيف وحالته يعني حالته كويسه جدا، يعني نقول حالته 90%، وادي الشكل بتاعه. طبعا هو منفوخ. طب ده كام على كام؟ الفرده دي 16 115. اما اشوف كده اراجع عليها عشان ما انساش. بسم الله، عندي هنا لان عندي الكتابه هنا كتير. عندي الفرده بسم الله 115 على 70، الفرده دي 16 يعني 115 على 70 فرده 16. نركن هنا على جنب. طب دي سعرها كام؟ انا هتكلم في 400 جنيه. طبعا دي اي اخ حابب يجيبها هجيبها بمبلغ، ده الجنط الداخلي بسعر والخارجي بسعر. طبعا انا مش متاكد هي ديوبلس ولا شامبر، ولكن سعرها 400 جنيه ان شاء الله، وربنا يبارك لصاحب النصيب. عندي طبعا هنا دي بسم الله، عندي دي مكنسه. المكنسه دي معاها حاجتها، انا هجربها الاول وهوريكم الحاجه بتاعتها. عندي المكنسه اهي، نوعها ناشونال. طب هي كام واط؟ 1400 واط، اهي مكتوبه اهي، اهي 1400 واط. عندي طبعا ادي المكنسه، مكنسه ناشونال. طيب عندي هنا طبعا هنا ده بيعلي وبيوطي. طب انا عايز اشغلها واجربها لحضراتكم اهي. انا كده شغلت اهو، كده بوطي، كده بعلي، كده بوطي، كده بعلي، كده بوطي، كده بعلي. تمام. ادي الكبس بتاعها، هي طبعا بتطلع تراب من الفلتر. انا لو جيت كده نفس الشط بتاعه. تمام. هقفل طبعا عشان الصوت. بسم الله، كده انا قفلت. ادي المنظر بتاعها، ادي العجلتين بتوعها، ادي شكل الظهر بتاعها. نبص على الحاجه بتاعتها، طبعا هركنها على جنب. بسم الله. نبص على الحاجه المتبقيه بتاع المكنسه. عندي هنا لو بصيت، ده اللي بيشفط معايا، اللي هي الفرشه الخاصه بالشفط. طبعا بتركب عندي هنا، بس انا اوريكم الحاجه بتاعتها الاول. عندي هنا ادي دي الخرطوم بتاعها، دي الخرطوم بتاعها. انا باجي بركب الوش ده، بيركب عندي هنا اهو. هاجي اركبه كده، انا ركبته، ادي ركب اهو. تمام. وادي الطول بتاع الخرطوم اهو، ادي الطول ده خرطوم لوحده. ودي ماسوره تاني لو حضرتك عايزه تطوليها، عندي اهي، عايزه تطوليها بتطول اهي، اهي دي ماسوره ثانيه اهي، كده انا طولتها اهي. حابب ان انا اقصرها، بدوس على الزرار نفس النظام وبتقصر معايا اهي. تمام. دي الماسوره هي بتاعتها دي كده واحد. انا هركن طبعا الحاجه دي عشان الحاجه انا عندي المكان ضيق بس. وعندي ادي ماسوره ثانيه اهي، ماسوره ثانيه اهي، وعندي ماسوره ثانيه اهي. يعني الدراع معاك هيبقى طويل قوي. شايفين الدراع طوله قد ايه؟ ادي طول الدراع. تمام. يعني معاك الدراع بسم الله ما شاء الله كذا قطعه وكذا حته. وعندي ماسوره ثانيه اهي، شايفين كام حته؟ يعني حته 2 3 4، غير الماسوره اللي بتتضيق وبتتوسع. المكنسه دي سعرها كام؟ سعرها 800 جنيه. مكنسه نظيفه ومكنسه كويسه وماركه على فكره. عندي مكنسه هنا تانية اهي، المكنسه دي نفس النظام شغاله. المكنسه دي ناشونال برضه. بالنسبه للواط بتاعها بسم الله، الواط المفروض دي الواط بتاعها اعلى من 1600 واط. المكنسه دي 1600 واط زي ما ظهر اهي امام حضراتكم، يعني اعلى من المكنسه اللي انا شغلتها. طبعا دي شغاله، العجله دي مش موجوده، والعجله دي مش موجوده. تمام. المكنسه دي شغاله وكل حاجه، ولكن هل الموتور فيه حاجه انا مش متاكد منه اني شغلته. انا طبعا عشان اجربه هيبقى يعني هجربها لحضراتكم بعد ما اعرف بس السيريا دي، لان مفيش هنا جنبها تبقى قريبه. دي سعرها كام المكنسه دي؟ هتكلم في سعرها برضه اما نتفرج على السيريا عشان اشيل الفيشه بتاع السيريا. عندي هنا سيريا بسم الله. اتكهربت، انا اسف. هي كهربتني بسبب اللي السلك من هنا انا مش قافله، السلك من هنا انا مش قافله. المفروض السلك ده انا اقفله اهو، خارج منه شعرايه اهي. انا اسف يا مسكت في ايدي. طيب عندي انا على فكره انا تلقائي في كلامي وتلقائي في شغلي، يعني ما بجهزش الحاجه بعرض على طول وبقول. دي سيريا اهي شغاله، السيريا دي
شغاله ما فيهاش اي مشكله، تفكرك قربت من حاجه ما فيهاش اي مشكله والله. هي بس انا مش قافل البرواز بتاعها دي من الاخر، المفروض بيتقفل بس بشليب بلاستيك. عندي اهي السيريال، انا ماسكها في ايدي والله ما فيها حاجه اهي. ادي شكل السيريال، هي على فكره منوره تمام. عندي سيريا تانية اهي، اختها نفس النظام اهي. السيريا التانية اهي بسم الله، هي طولها 5 متر. السيريا دي طولها 5 متر، هي شغاله اهي في ايدي، شغاله كده. الفيشه اتشالت كده، اتشدت اهي الفيشه من ايدي اتشالت. السيريا دي انا عايز فيها كام؟ طبعا فيها جزء منور للاخر وفي جزء مش منور للاخر، يعني دول سيريتين، كل سيريا 5 متر او 4 متر ونص للمصداقيه يعني. عندي في سيريا منهم الحته الصغيره دي حوالي متر او 80 سم مش شغاله، لكن بقيه السيريا شغاله، والفرده الثانيه دي كلها شغاله. طب دي سعرها كام؟ انا هقول السيريا الواحده ب 30 يبقى الاثنين ب 60. والله العظيم دول بره عاملين مبلغ. السيريا دي بره عامله مبلغ، بتشتغل على 220، دي بتشتغل على 220، ممكن تشتغل على بطاريتين، كل بطاريه 24 تشتغل مفيش مشكله. عندي طبعا دي 220 بتشتغل على الكهرباء المنزلي، سعرهم 60 جنيه. دي طبعا بالنسبه للسيريات. عندي طبعا هنا بسم الله المكنسه، انا هجربها احط الفيشه تبقى واصله لحضراتكم هي صوتها عامل ايه بالظبط. بسم الله، انا كده جربت اهي. ادي المكنسه، ادي الشط بتاعها. شد وش جامد قوي ماشي. دي سعرها 400 جنيه. ليه انا قلت 400 جنيه؟ لان دي معهاش ولا عصايه ولا معاها اي حاجه. للاخت اللي هتستعمل اللي عايزاها ان شاء الله تجيب لها العصا بتاعتها او حاجتها، وهي كبيره على فكره. طبعا دي سعرها 400 جنيه. عندي هنا بسم الله، عندي دي قرص. القرص ده فيه مجموعه من الدوش. في بقى كام دوايه القرص ده؟ وزاره امام حضراتكم. هنعد الدوي مع بعض. ادي دوايه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دوايه. فيها ايه تاني؟ فيها هنا سماعتين، ادي سماعه اهي وادي سماعه اهي، وعندي هنا واصله للفلاشه واليو اس بي. طب انا ما جربتهاش. ادي الظهر بتاعها طبعا ليها كام طرنز؟ ليها 1 2 3 طرنزات. وادي السماعه اهي، السماعه اهي مش عارف اوصل لحضراتكم ولا. ادي سماعه اهي، والمفروض اللي فيه سماعه ثانيه اهي اهي. دي سماعات، هم السماعات شغاله. انا والله ما جربت الدوي ما جربتهاش. ادي اهي، دي القرص ده بيتحط كده في اي شقه، بيبقى عالي كده اهو، بيبقى عالي كده، وحضرتك او حضرتك بتحط له اللوند الخاصه بيه وبيشتغل عندك. دي سعرها كام؟ سعرها 150 جنيه، سعرها 150 جنيه. طبعا ما تجيش على سعر الترنزات والدوي اللي فيه. عندي هنا صينيه اهي، الصينيه دي زي ما واضحه كده امام حضراتكم. ادي المنظر العام بتاع الصينيه. طبعا اظن هي كده واصله لحضراتكم بالنسبه للشكل العام. ادي شكل الصينيه اهي تمام. دي الوش، ادي الظهر، دي الظهر تمام، ده الظهر الخاص بالصينيه اهي. الصينيه دي الغسله الجميله، وهي نظيفه على فكره، بس كانت مركونه عند صاحبتها. دي سعرها كام؟ سعرها 150 جنيه. الصينيه دي سعرها 150 جنيه. طبعا ان شاء الله في صينيه ثانيه اختها. الصينيه دي آه طبعا انا كنت عارضها في الفيديو السابق، سعرها كان 40 جنيه، بس هي فيها تطبيق اهي، تطبيقات اهي. الحمد لله الحاجه واصله بصوره يعني لحضراتكم. التطبيقات اهي، دي سعرها 40 جنيه، بس هي اصغر من الصينيه اللي انا عرضتها. لو انا جبت الصينيه ب 150 جنيه دي وحطيت دي هنا، هي صغيره اهي اهي. الفرق عامل ازاي ما بين الاثنين؟ دي 150 ودي 40 جنيه كده تمام. عندي هنا دول بيتحطوا لاي لمبه او لاي زي ايه، زي طربوش للدوايه. ادي الشكل بتاعها اهو، تحط زي طربوش لاي دوايه، واللمبه بتبقى خارجه منه كده، بيبقى كده في السقف، تبقى منظرها جميل. دي هنقول سعرها 25 جنيه. دي سعرها 25 جنيه. عندي هنا واحده تانية صغيره 10 جنيه، عشان دي مكسوره، مكسوره اهي اهي، مكسوره اهي ومكسوره اهي اهي. تتلزق، تتلزق مفيش اي مشكله اهي، تتلزق مفيش اي مشكله، تتلزق باي حاجه اهي، كسره اهو. دي 10 جنيه كده تمام. عندي هنا خلاط. الخلاط ده انا هجربه طبعا مع حضراتكم. الخلاط ده النوع بتاعه فريش. لو بصيت كده النوع هنا مكتوب هنا اهو فريش. عندي مكتوب هنا موتور لا يحترق، ده اللي مكتوب عليه. عندي هنا ادي
الشفشق بتاعه من الداخل. تمام. هقفل هنا عند الشفشق، هرفع الشفشق نبص برضو عليه. بسم الله. ادي الشفشق اهو، وادي الوش بتاعه. طيب انا حابب ان انا اجربه، وادي الظهر بتاعه صنع مكتوب عليه صنع في مصر اهو، وادي الظهر بتاعه. نحط الفيشه بتاعته ونجربه لحضراتكم. عندي هنا، لا ادينا حطيت الفيشه. هو كام سرعه؟ هو مكتوبه ادي. لو بصيت هنا الزرار ده اللي هو بيفصل اللي هو الزيرو. عندي هنا سرعه اولى، سرعه اولى اهي، سرعه ثانيه، سرعه ثالثه، سرعه رابعه، سرعه خامسه. عندي هنا ادي السرعه الاولى، السرعه الثانيه، الثالثه، الرابعه. ادي بحط ايدي عليه. تمام. هاجي اركب هنا الشفشق وبرضه نجربه لحضراتكم. معلش لو الفيديو هيطول، انا ركبت الشفشق بتاعه اهو. هجرب الاولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، وادي الخامسه. تمام كده الخلاط شغال اهو. ده سعره 300 جنيه. الخلاط الفريش ده سعره 300 جنيه. كده تمام. عندي بسم الله، عندي هنا عدد 2 طفايه اهم. 2 طفايه، طفايه حريق، الحجم الكبير مش الصغير. ادي طفايه وادي الثانيه. بسم الله. طفايات اهي. ادي طفايه اولى وادي الثانيه. دول سعرهم كام؟ الطفايات بس عايزه تتملي. طفايه اهي وادي الطفايه الثانيه اهي. ما فيهمش اي مشكله، عايزين بس يتملوا. سعر الطفايه 100 جنيه. السعر للطفايه 100 جنيه. اظن 100 جنيه سعر غير مبالغ فيه، يعني سعر بسيط بالنسبه للطفايات، لان دي النهارده بتتباع بمبلغ حضراتكم عارفين، ولكن سعرها 100 جنيه. عندي هنا قاعده بتاع الثلاجه. انا طبعا ببص اللي بيجي في ايدي انا بعرضه. دي قاعده بتاع الثلاجه. القاعده دي كام في كام؟ انا مش قايسها والله، قايسها مع حضراتكم. ادي 20، كده 40، دي كده 50 سم العرض. هنشوف كده الطول. قلنا 50، كده ادي 20، ادي 40، ادي 60. يعني دي 60 في 50 او 50 في 60. ادي المنظر بتاعها. القعده اهي. طبعا اللي عنده قاعده لاي ثلاجه لاي غساله لاي بوتاجاز نفس الطول والعرض 50 في 60 ياخد دي، ما فيهاش اي مشكله. دي سعرها كام؟ هنقول سعرها 150 جنيه. هي ما فيهاش العجل ده. العجل ده مش متركب فيها. اللي حابه تركب لها عجل ماشي، حابه تحطها على كده هي تقعد مظبوطه، ما فيهاش اي مشكله. سعرها 150 جنيه. كده تمام. عندي هنا لو بصيت ان شاء الله، عندي هنا مكوه. دي خشبه بتاعت مكوه اهي. دي هي شكلها مش نظيف، لكن القرص بتاعها ما فيهوش اي مشكله وكويس. القماشه بس دي القماشه. القماشه شكلها مش نظيف، لكن القماشه بتاعتها بس عايزه ايه. عندي هنا اهو، دي القاعده بتاعتها. تمام. انا عندي التليفون معلش عمال بيرن، وفي ناس بتتصل بيا مش عارف في ايه بالظبط. ارقام طبعا على اليوتيوب. اللي بيتصلوا دول ناس على اليوتيوب كانوا عايزين حاجات، بس انا مش عارف ارد عليهم لان انا مشغل الفيديو اثناء التصوير يعني. عندي اهو. طبعا هنا دي بتتفرد. لو بصيت على من ورا، من ورا هنا بتتفرد اهي. دي بتتفرد ودي بتيجي كده، وبتركب ليها بقى كام مستوى؟ 3 مستويات اهم. ودي بتيجي تقعد كده. القعده كده قعدت وانا اشتغل عليها. كده تمام. السلام عليكم. القعده دي كسعر انا هتكلم يعني هقول 70 جنيه. القعده دي 70 جنيه. معلش يا استاذ انا بعمل فيديو وشغال، فاستاذن حضرتك. انا بكلمك وانا بصور والله، فاستاذنك. مش هقدر. عينيا حاضر، عينيا عينيا. مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه. تمام. دي سعرها طبعا هنقول 70 جنيه. هي بس عايزه القماشه اللي فوق دي. اي اخت ان شاء الله تحاول انها تغسلها باي حاجه، او تحاول بقدر المستطاع تحط قماشه غيرها، ما فيهاش اي مشكله. احنا قلنا دي سعرها 70 جنيه. طبعا هركي الحاجه كده عشان اقدر اكمل بقيه الوصف والشرح. عندي هنا عجله. العجله دي عجله مبهدله شويه، شكلها مبهدل، بس انا مش هعرضها بفلوس. العجله دي اهي ليها حماله اهي من ورا. الحماله دي عايزه تتربط هنا، تتربط هنا. هي لا، الحماله دي الصباعين بتوعها مش كاملين. اللي هياخدها هيلحم في الحماله دي صباعين، ويجي يربطها هنا في المسمار. اهي الصباعين اهم. اهم بص الصباعين مش كاملين، وهي بتتربط هنا. ادي الحماله. الطاره اللي ورا دي فيها مشكله. ادي الطاره اهي. ما اعرفش الكاوتشات فيها مشكله ولا لا اهي. تمام. وادي الجنزير اهو راكب اهو. جنزير اهو. انا بفرجها لحضراتكم واحده واحده عشان يبقى الشرح ظاهر اهو. ادي شكل العجله، هي مرمطه شكليا. وادي اهو. ادي الجدون بتاعها. وادي الطاره بس اللي قدام دي ممكن تتغير خالص، وممكن يغير لها سلوك ويغير لها كاوتشات. طبعا انا سعرها 200 جنيه. 200 جنيه سعر بسيط. اللي حابب ياخدها، حابب يرشها، حابب يشدها، حابب يوضبها، هي عايزه توضيب. وطبعا 200 جنيه لو انت صرفت عليها كمان 300 وقفت ب 500 مش وحش، لان انت النهارده ممكن تشتريها بمبلغ اعلى من كده.
طبعا انا حابب ان انا اركنها ايه بعد اذنكم، هركنها في الاوضه وهكمل الفيديو لاني انا المكان عندي ضيق. بسم الله كده تمام. طبعا دي بالنسبه للعجله الاولى. عندي عجله هنا تاني، العجله دي عجله سبق. طبعا انا هرفعها على ايدي تبقى الصوره واصله لحضراتكم بصوره يعني بصوره واضحه وصوره كامله. ادي العجل. العجل اللي انا بجيبه لو هو مبادل بس ما فيهوش لحمات، وانا اللي يهمني ما يكونش فيه لحمات. ادي شكل العجله. العجله دي عجله سبق. ادي التروس بتاعتها، ادي شكل التروس اهي. ادي التروس اللي ورا كام ترس بقى؟ 1 2 3 4 4 تروس، 5 تروس، 5. وقدام هنا 1 2 3، يعني ورا 5 تروس وقدام 3 تروس. ادي العجله اهي. الطاره ما فيهاش اي مشكله، والطاره اللي قدام ما فيهاش اي مشكله، وادي الكادر بتاعها، وادي الجادون والبدال. مش عايزه قلب ولا عايزه حاجه، كل اللي هي عايزاه بس كاوتشات داخليه وخارجيه. هل الداخليه كويسه؟ انا مش كشفتش عليها. الخارجيه عايزه تتغير، برضو اللي ياخدها هو وحظه فيها. طب دي فيها اي حاجه غير الكاوتشات؟ ما فيش اي حاجه غير الكاوتشات. انا عارضها ب 600. 600 جنيه مش فلوس. يعني عجله زي دي والله لو حضرتك او حضرتك نزلت سوق الجمعه هتجيبيها، يقول لك اول ما يتكلم معاك هيقول لك ب 1000 جنيه، وممكن يقول لك 1000 ونص، لان هم بيبقوا يعني في اسعارهم شماطين قوي بالنسبه للاسعار. تمام اهي. اهي كده كده ادي الشكل والمنظر بتاعها. ادي العجله اهي. تمام. هكنسل بس التليفون. بسم الله. معلش انا كنت ممكن اعمله وضع طيران، ولكن الناس بتزعل وبتبعت لي تعليقات انت ما بتردش، انت قافل، انت فاتح، انت عامل، وبيزعلوني بتعليقات. اهي. ادي شكل العجل. ادي المنظر بتاع العجل. عجله مقاس على ما اظن 26، يعني عجله حلوه تمشي على 15 سنه، على 12 سنه، على 17 سنه. وليه على فكره الحمال ليها. عندي هنا سلم اهو، السلم بتاعه بينزل اهو كده، نزلت السلم كده رفعت السلم. دي سعرها 600 جنيه. نركنها على جنب ونكمل بقيه الشرح والوصف. عندي هنا دي طبليه. الطبليه دي زي ما ظهر كده امام حضراتكم، ادي القرص وادي من ورا. دي بتتفرد اهي، بتيجي هنا ادي كده انا بفردها، تخش هنا كده تفرد ازاي كده المها. طيب الطبليه دي ايه مشكلتها؟ هي بس القعده بتاعتها عايزه تظبط، ما فيهاش حاجه غير كده. دي سعرها 50 جنيه. تمام. انا بوضح اهو. هو القعده بتاعتها لما بتيجي تقعد على الارض عايزه بس ظبطه بسيطه، ودي سعرها 50 جنيه. عندي هنا دي كشاف. على فكره دي بتاع المكنسه ام 400 جنيه. دي بتاع المكنسه ام 400 جنيه اللي هي بتركب هنا. يعني الاخت اللي هتاخدها اهي. دي معلش هي كانت بس بعيد عن ايدي فانا ما شفتهاش. هركب دي. بسم الله كده ركبت اهي. ركبت بتاع المكنسه كانت مرميه على جنب في الارض، فانا بس للعلم يعني عشان الاخت اللي هتاخدها تبقى الماسوره سهله بالنسبه لها. ده عندي كشاف اهو. كشاف ده وقع من صاحبته لما وقع في الارض وما اشتغلش تاني. دي سعره 50 جنيه، وبس في كسر حصل اهو في الكشاف. بس الاخت اللي هتاخده ان شاء الله هتحاول تظبطه عند اي كهربائي، ومعاه 3 لوند اهو، وادي الفيشه بتاعته. 50 جنيه يعني متهيألي بسعر الكابل ده اللي هتاخده بس هتظبطه. ادي الكشاف، ادي الوش بتاعه كده تمام. نركنه هنا على جنب. دي سعره 50 جنيه. عندي هنا تاني ده زي صباع ايه بيتقفل بيه زي القلاووز ده. طبعا ده الحديده دي هي حديد مش زهر. لان الزهر بيقطم، بيبقى فيه واخد زهر واخد انتمونيا. لا ده حديد وتقيل في ايدي، يعني ده ممكن يعمل له كده حوالي كيلو او كيلو ونص الطول بتاعه. ده بيتفك بيه الصواميل، الصواميل الكبيره اللي بتبقى مستعصيه. ده يعني معظم شغله بيبقى في القلاب، بيبقى في العجل بتاع العربيات الشاسيه الطويل. مفتاح فاهمني. المفتاح دون في منه النجمه وفي كذا نوع منه. ولكن اللي عندي ادي الشكل اهو. القلاووز بتاعه، القلاووز مش متاكل من جوه، الغوص بتاعه ده مش متاكل. طبعا دي اللي بيركب وتدخل هنا اي حديده تفك بيها هنا او هنا. هنقول دي سعره هو والله بيتباع غالي جدا ده. هنقول 70 جنيه سعره. سعر المفتاح ده هنقول 70 جنيه. هو طبعا بيتباع اصلا غالي، وانا نازل في سعره هقول 50 جنيه. 50 جنيه في سعره، يعني سعره ده انا كده عرضه ببلاش مش بفلوس. تمام. عندي هنا مرجحه اطفال. مرجحه اطفال. المرجحه دي اهي. ايه اللي فيها؟ فيها هنا اهو الشرخ ده مأثر عليها. مش مأثر، الطفل يقعد هنا. هي جامده جامده قوي كمان، وتتحط على الارض وبتروح وتيجي كده. يعني الطفل اللي بيركبها بتروح وبتيجي كده، ملهاش دعوه باي حاجه وما فيهاش اي مشكله. وادي شكلها اهو، ما فيهاش اي مشكله. طب دي سعرها كام؟ هنقول 100 جنيه.
طبعا هي لو اتوزنت اصلا بالكيلو يعني ممكن تعمل 5 كيلو 7 كيلو في 15 جنيه كخرده، يعني برضه هتجيب ال 100 جنيه، ولكن انا عرضها لكم بسعر الخرده 100 جنيه. دي مرجحه اطفال. تمام. عندي هنا مكنه حلاقه، اشيل بس اشيل الفيشه الكابل من الكهرباء، لان انا كنت بس حاططها على الشاحن دقيقتين عشان احاول اسمع صوتها. عندي دي مكنه حلاقه، ادي الشكل بتاعها اهو، المنظر بتاع دي الوش. وانا طبعا عرقت، الشقه عندي حر جدا وانا مش مشغل مروحه عشان ما تعملش ضوضاء في التصوير. عندي ادي اهي، ادي شكل المكنه. تمام. ادي الكرتونه بتاعتها، اللي حابب ياخد سكرين ويسال وياخد يعمل سيرش او بحث او يسال عليها مفيش اي مشكله. ادي منظر المكنه اهي، الكرتونه، ادي الكرتونه. تمام. طب دي الكابل الخاص بيها او الشاحن، ادي الشاحن اهو، الشاحن اهو، وادي المكنه اهي. طب هي معاها ايه في الكرتونه؟ بسم الله. معاها ده مشط تاني او وش، ده وش ليها تاني اهو. وعندي هنا دي نضافه بتنضف، ودي نفس النظام، نضافه بتتحط في صابع الايد من ورا اهي، تتحط في صابع الايد، ليها استك. وطبعا عندي الشكل بتاع الكرتون اهو من جوه. لو بصينا هنا ادي المشط اهو، اخلع الوش اهو بتاع المشط، وادي اهو المشط اهو. تمام. عندي هنا طب اسمع صوتها، دي ليها مستويين. اول حاجه هنشيل بس الوش اللي قدام، دي ليه زرار اهو، زرار اهو دي الزرار ده، هدوس عليه وارفع ده، اترفع معايا. هركب اهو ضغط كده ركب معايا. عندي الزرار ده مستويين، مستوى اول ده اول، دي تاني، كده السرعه الثانيه. المفروض ان انا امشي على ده، ممكن تمشي كده مع الدقنه اهي، تمشي حريمي وتمشي رجالي اهي. انا بشيل دي اهو كده. تمام. ادي دي المكنه، سعرها كام؟ سعرها 150 جنيه. سعر المكنه دي 150 جنيه. نشوف ايه تاني للعرض. عندنا تلفزيون 21 بوصه، ادي التلفزيون اهو 21 بوصه، هو تقيل على فكره. بسم الله. ادي التلفزيون، التلفزيون ده الوان، تلفزيون الوان. ادي الصوره الخاصه بيه، طبعا هو تقيل في ايدي. ادي الوش، ادي الجنب، ادي الظهر، الظهر اهو، وادي الجنب الثاني. ماشي. والفيشه بتاعته موجوده اهو. بس ولكن الفيشه عندي هنا، الفيشه يعني الراس بتاعتها بس اللي متشاله، يعني عايزه فيشه انا مش عارف امسكها بايدي. الفيشه مش عارف امسكها هي اهي، اهي الفيشه اهي. انا برضو بوضح لكم عشان ما حدش يقول لي انت ما قلتش حاجه صغيره، انا بوضحها. ادي الفيشه بتاعتها اهي، اهي الراس بس متشاله، هي بتتحط، انا بحطها كده في الكهرباء، فاللي حابه تاخدها ان شاء الله تجيب لها راس. عندي دي نوع برنس، مكتوب عليه برنس، الوانه جميله وتحفه. دي سعره 700 جنيه. سعر التلفزيون هرجعه مكانه عشان بس اوسع لنفسي. دي سعره ان شاء الله 700. سعر التلفزيون ال 21 بوصه، الحجم الكبير. عندي هنا موتور ميه، ده موتور ميه، الموتور ده نص حصان، اللي هياخده ان شاء الله على التركيب على طول. عايز ريشه اهي من ورا، اللي حابب يجيب له ريشه ويجيب له القفص بتاعه من ورا مفيش مشكله. الريشه دي بتعمل على تبريد الموتور، عايزه تشغله كده يشتغل معاه 10 على 10 مفيش اي مشكله، ولكن الافضل انك تجيب ريشه وتجيب الوش بتاعه عشان يحافظ على بروده الموتور. وادي عندي الجزء بتاعه راكب اهو، والجزء اللي ورا يعني هيركب على التركيب على طول. دي سعره 600 جنيه، ده نص حصان، نحاس، الملفات بتاعته نحاس. بس الموتور ده رفعه، في موتور بيبقى في موتور بيبقى يعني بيشد الميه، بيسحب الميه وبيحافظ عليه في قلب الخزان بتاعه، ولكن ده رفع بس، لان بيبقى فيه سحب ورفع، وفي تحضير، موتور بيحضر. ده ما بيحضرش، يعني في موتور بيسحب ويحضر الميه في القربه، لكن ده بيسحب على طول، بيرفع، يعني بياخد يرفع، يعني زي حد بيرفع لك كده حاجه، لكن ما بيحتفظش بالميه. ده سعره 600 جنيه. عندي هنا بطانيه. تعال نتكلم على الحفاظه دي. الحفاظه دي اهي، ده المنظر بتاعها. عندي حفاظتين الشكل دول، ده فرز اول، حفاظات دي فرز اول. ادي المنظر او الشكل العام بتاعها. بسم الله. دي حافظه اهي، حافظه، هي تحفه وجميله. ادي الوش بتاعها، نقرب كده نبقى واخدين بالنا من الشكل العام عامل ايه. ادي المنظر بتاعه اهو، ده منظر الحافظه. الحافظه دي طبعا في منتهى الجمال، فرز اول. الحافظه اهي، الشكل بتاعها اهو، فرز اول. نرجع كده بالحافظه كده تاني، ماشي. نشوف الطول بتاعها، الطول بتاعها 2 في 3 فعلي. الطول بتاع الحافظه 2 في 3 فعلي. ادي ده الوش وادي الظهر، الظهر برضه اهو، دي فرز اول. ادي الظهر، الظهر بتاعها اهو، فرز اول بتكلبش في السيراميك. الحافظه دي بتكلبش في السيراميك. ادي الوش بتاعها. نرجع تاني نبص عليه. دي سعرها
450 جنيه الفرز الاول، دي الحافظه الاولى. وعندي اختها نفس الشكل ونفس المنظر ونفس النظام. ادي اختها اهي برضه 450 جنيه فرز اول. ادي الحافظه نفس الشكل اهو 450 جنيه. اللي حابب ياخد الاثنين يفرش واحده في اوضه الضيوف، واحده في اي اوضه، في اي صاله، في غرفه النوم، مفيش اي مشكله. هما الاثنين شكل واحد وحاجه محترمه وحاجه كويسه جدا، والسعر 450 جنيه الحافظه. عندي هنا بطانيه، البطانيه دي برده شكلها جميل وبطانيه محترمه، والسعر البطانيه دي 300 جنيه. بطانيه تقيله وشكلها جميل جدا، وبطانيه حاجه تحفه بصراحه في الشكل بتاعها، سعرها 300 جنيه. ادي البطانيه الطول ما فيهاش اي قطع، ما فيهاش اي بهتان في لون البطانيه، ما فيهاش اي خرام، ما فيهاش اي لسعه. بطانيه شكلها جميل وشكلها تحفه. ادي الشكل العام بالنسبه للبطانيه. اقرب كده من كاميرا الهاتف تبقى واصله لحضراتكم الشكل العام. ادي وش وادي الظهر، بطانيه في منتهى الجمال، سعرها 300 جنيه. دي السعر بالنسبه للبطانيه. عندي هنا دي كليم، زي ما بيتقال عليه كده بالصعيدي كليم. دي 2 في 3 فعلي، نضيف على فكره، يعني هو ما فيهوش اي شيء يعيبه، وتقيل تقيل قوي، يعني هو ينفع يتحط مكان السجاده. ادي الشكل بتاعه اهو، ادي شكله اهو، ما فيهوش اي مشكله وما فيهوش اي حاجه. وادي الظهر اهو، وش وظهر. حابه تحط دي وش دي ظهر، عايز بس ايه يتنضف اهو، تنظيف بس، تنظيف اهو، ما فيهوش اي مشكله. اللي عايزه تنضفه تغسله غسله او تنضفه بالمكنسه، ما فيش اي مشكله اهو. دي 2 في 3 فعلي، يعني لو بصيت على الطول بتاعه والعرض 2 في 3 وكبير، يعني محترم وكبير. دي سعره 200 جنيه وتقيل جدا، يعني اتقل من الحافظه. دي سعره 200 جنيه. عندي انا طبعا في هنا ستارتين، بس بعد ما اعرض الستائر اللي ورا ظهري دي هنبص طبعا على ايه، على الشنطه بتاع البيبي دي شنطه بتاع البيبي، شنطه جديده، شنطه بتاع البيبي جديده، والسفنج بتاعها في منتهى الجمال. هفتح انا اهو السوسته بتاعتها، ادي السوسته وادي الشكل من الداخل. دي بتاع البيبي اهي، بتتفتح من الجنبين، ولكن انا هقفل الجنب ده، وفي جنب تاني ليها اهو، الجنب ده نفس النظام بيتفتح اهو. دي سعرها 70 جنيه. عندها اهي، وادي شاله البيبي اهي من جوه، حاجه محترمه وحاجه كويسه وحاجه قيمه. وطبعا ليها الدراعات بتاعتها من ورا اهي، ادي الدراعات، دي سعرها 70 جنيه. تمام. دي بتتباع بره في العتبه بمبلغ. عندنا جاكيتين، الجاكيت ده اللي هياخده لوحده ب 50 جنيه. الجاكيت ده اللي هياخده لوحده مبطن من جوه ومن بره. ادي الجاكيت فرو، حاجه تحفه، حاجه تحفه، تحفه بمعنى الكلمه. دي سعره 50 جنيه، اللي هياخده لوحده سعره 50 جنيه. وعند اخوه اهو، ده اخوه ولكن لون زيتي، يعني لون مختلف عن اللون الكحلي او اللون الاسمر اللي انا قدمته، اللي ده من بره اسمر ومن جوه كحلي البطانه بتاعته. دي نفس نظام جاكيت اخوه اهو، تقيل، حاجه محترمه وحاجه قيمه وحاجه فرو شتوي. طبعا الاخت اللي عايزه تشيله لابنها او لبنتها ما فيش اي مشكله، يمشي الاثنين، تقيل وجميل. دي سعره 50 جنيه. الجاكيتين دول انا مش يعني اللي عايز ياخدهم من غير الملابس ما فيش مشكله، يعني اللي هياخدهم لوحديهم احسب له الجاكيت ب 50 جنيه، اللي ياخدهم في الملابس احسب له الجاكيت ب 30 جنيه. اظن الكلام واضح. يعني دول كده لو الاثنين دول مع بعض ب 100 جنيه، هيخشوا في الملابس يبقى ب 60 جنيه. عندي هنا الحته اللي انا عارضها دي ب 5 جنيه، اي حته من اللي انا عارضها دي ب 5 جنيه. ادي جاكيت اطفال اهو، اي حته ب 5 جنيه. هنقول ادي حته. عندي هنا فستان، طبعا السعر 5 جنيه، ارجو الاستماع جيدا. ادي فستان اهو، ادي الشكل بتاعه، انا برجع لورا عشان يبقى الصوره واضحه لحضراتكم. ادي شكل الفستان، دي سعره 5 جنيه، ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اي حاجه، خالي تماما من اي مشاكل. عندي هنا قميص ابيض سعره 5 جنيه. تمام. السعر بتاعه عايز الكوي، الحاجه اللي انا بعرضها نفس النظام كده. عندي بنطلون جينز اهو، حالته جميله، عايز الكوي، يعني معظم الحاجات فيها حاجات جديده على فكره. ده عايز الكاويه الجميله، دي سعره 5. وعندي جاكيت اهو اطفالي في منتهى الجمال والروعه. بص الشكل عامل ازاي، بص الجاكيت عامل ازاي، ب 5 جنيه اهو، اهو، وادي منظره اهو من قدام 5 جنيه. تمام. ادي شكل الجاكيت اهو من الداخل 5 جنيه. كل اللي انا بعرضه بخمسات. وادي بنطلون جينز اهو اولادي، برضه حالته كويسه 5 جنيه. في قطع اهو اللي هو الموضه بتاع الاطفال. ادي شكل البنطلون اهو، ده سعره 5 جنيه. تمام. عندي بنطلون تاني اهو اولادي 5 جنيه. كل اللي انا بعرضه ده خمسات. عندي شاله اهو او طرحه او تحجيبه 5 جنيه. ادي الشكل بتاعها زي ما واضحه كده امام حضراتكم. تمام كده 5 جنيه. عندي بلوزه حريمي اهي جديده، ادي البلوزه، ادي الكم بتاعها اهو، كمها اهو،
اهو زي ما واضح كده امام حضراتكم. الكمام بلوزه كبيره تلبس، يعني اخت مليانه عني كده شويه، جديده نوفي اهي. وادي الزرار بتاعتها جديده، دي سعرها 5 جنيه. عندي بنطلون ترنج اهو، بنطلون دي سعره نفس النظام، كل اللي انا بعرضه ده ب 5 جنيه. ادي جاكيت تاني سعره نفس النظام 5 جنيه. حاجات بفضل الله، يعني انا هقول لك شويه حاجات في منتهى الجمال. عندي بنطلون تاني اهو 5 جنيه. ادي شكل البنطلون، يعني مش عارف ظهر لحضراتكم ولا لا في الكاميرا. 5 جنيه. عندي بنطلون تاني ترنج اهو اطفالي اولاد اهو 5 جنيه. اللي ياخده طبعا يظبطه اهو، يظبط بس الحبل بتاعه. انا كده ظبطت الحبل اهو، بسعره 5 جنيه. عندي بنطلون تاني اهو اولادي برضو، اللي عايزهم ان شاء الله انا هبيعهم على بعض. هبيع الحاجات ام 5 جنيه دي على بعض. هم حوالي 50 حته. عندي اهو 50 حته ب 250 جنيه. ده بنطلون تاني حريمي سعره 5 جنيه. يعني 200 يعني 50 حته في 5 ب 250 جنيه. اللي حابب ياخد الجواكت معاها هحسبه له الجاكيت ب 30 مع الملابس. حابب ياخده من غير الملابس الاثنين ب 100. ادي الشكل اهو، الحته ب 5 جنيه. وادي تيشيرت اهو بزعبوط، ادي الزعبوط بتاعه، تيشيرت ب 5 جنيه اهو. ادي المنظر بتاعه. عنده قميص تاني اولاد اهو، قميص مدارس السعر 5 جنيه. عندي حته تانية اهي. انا اسف ان انا طولت في الفيديو لان الشرح غصب عني. 5 جنيه تمام. عندي بنطلون تاني اولاد اهو نفس النظام 5 جنيه. عندي بنطلون تاني اهو، دي جيب، انا اسف، جيبه جديده 5 جنيه. عندي حته تانية حريمه اهي نفس النظام 5 جنيه. 5 جنيه للحته اهي ظاهره كده امام حضراتكم. عندي جلابيه تانية اهي او جلباب حريمي 5 جنيه الحته. ادي الوش وادي الظهر 5 جنيه تمام. الحته اهي. عندي هنا حاجه تاني برضو زي بلوزه متهيألي حريمي 5 جنيه. ادي الوش وادي الظهر ماشي. ان شاء الله اللي هتاخدهم هيكون لها فيها لقمه عيش حلوه. ولو هتستعملها للبيت برضو نفس النظام 5 جنيه اهي. ولو هتاخد منها حاجات وتدي لاي حد من جيرانها مفيش مشكله. الحته اهي فيها كرانيش دي 5 جنيه. عندي هنا طرحه اهي ما فيهاش اي مشكله وطرحه جديده اهي 5 جنيه. عندي هنا تيشيرت تاني اطفال نفس النظام بالزونت 5 جنيه. عندي قميص تاني اولادي اهو اطفالي 5 جنيه. عندي هنا جيبه نفس النظام اهي. ادي الجيبه وادي الظهر 5 جنيه. عندي هنا بلوفر اطفالي تقيل 5 جنيه. عندي هنا جيبه اولادي 5 جنيه. ادي الجيبه اهي تمام. عندي هنا برضو نفس النظام اهي، حاجه بناتي رقيقه بس هي مش معدوله، يعني المفروض ان انا كنت عدلتها لان انا بعض الحاجه كده على طول. ادي المنظر بتاعها اهي 5 جنيه. عندي حته تانية اولادي اطفال اهي. انا طبعا بحاول ان انا اجيبها من الجنب عشان الاضاءه تبقى بس الحاجه يعني ظاهره لحضراتكم. الاضاءه بتخفي الالوان، بتخفي المعالم بتاع الحاجه. عندي قميص تاني اهو 5 جنيه اولادي. ادي الوش وادي الظهر. عندي هنا بنطلون ترنج، دي ترنج كامل. ادي البنطلون دي ترنج كامل، دي ب5 والجاكيت بتاعه ب5. يبقى الترنج كده كله على بعضه ب10 جنيه. ادي الترنج اهو لاي اخت حابه تقعد بيه في البيت. ادي الوش وادي الظهر. هو بزونت على فكره، الزونت بتاعه اهو، الزونت بتاعه اهو. وادي شكله اهو. ده الجاكيت وده البنطلون السعر 5 جنيه لده ولده، يعني الاثنين عاملين 10 جنيه. عندي هنا حته ثانيه اهي فستان، دي سعره نفس النظام 5 جنيه. دي الأسعار كلها موحدة. عندي بنطلون تاني أهو سعره 5 جنيه زي ما ظهر كده أمام حضراتكم. عندي حتة تانية أطفال أهي سعرها 5 جنيه. بسم الله أهي، حتة تقيلة وحتة جميلة سعرها 5 جنيه. عندي حتة تانية أهو بلوزة حريمي السعر نفس النظام 5 جنيه. أدي المنظر العام بالنسبة للبلوزة، أدي منظرها، أدي الوش وأدي الظهر 5 جنيه. عندي بنطلون تاني أولاد أهو 5 جنيه تمام. عندي حتة تانية هنا أولادي، أنا خلاص قربت أخلص أهو. بالنسبة للملابس دي 5 جنيه. عندي بلوفر تاني أهو نفس النظام 5 جنيه.
زي ما ظهر امام حضراتكم. عندي حاجه تانية اهو، قميص 5 جنيه السعر. طبعا القميص ده اتكرر معايا. عندي هنا جلباب اطفالي، ادي الشكل بتاع الجلباب، مش عارف ظهر لحضراتكم ولا لا. ادي منظر الجلابيه اهي، وادي الظهر اهو بتاع الجلابيه، دي سعرها 5 جنيه، جلابيه في منتهى الجمال اولادي. عندي حته تانية اهي، السعر 5 جنيه، 5 جنيه. عندي حته تانية اهي، جاكيت اطفالي اولادي، 5 جنيه السعر. تمام كده. اظن انا بالنسبه كده للملابس خلصت، السعر الحته 5 جنيه. عندي هنا ان شاء الله هنا مصفى اهي، كنت عارضها دي ب 70 جنيه الحجم الكبير. المصفى اهي 70 جنيه، ادي شكل المصفى 70 جنيه. ماشي. عندي مصفى تانية اهي ب 20 جنيه، فيها بس التطبيقه دي، بس هي مش مأثر عليها، دي سعرها 20 جنيه. عندي طبعا 2 جرن اهو، الجرن ب 50 جنيه، ادي الجرن اهو، الشكل بتاعه اهو، ادي اليدين، وادي الشكل بتاعهم اهو، وادي اليدين. سعر كل جرن 50 جنيه. طبعا عندي هنا مغرفه، المغرفه دي اهي سعرها 20 جنيه. عندي هنا حله، ادي الشكل من الداخل اهو، دي الكيلو ب 150. وادي حله ثانيه اهي، الكيلو ب 150 اهي مستعملين. وادي حله، وادي طاسه اهي، السعر للكيلو 150، يعني انا هوزنهم بالكيلو، السعر 150. وادي حله ثانيه اهي، حله ثانيه اهي، نفس النظام السعر 150. وعندي 3 حلل اهو، السعر 150 للكيلو. وطبعا انا كده اظن وصلت للاشياء اللي انا قدمتها. الستاره بس هفرجها لحضراتكم اللي خلفي دي مباشره، ولكن عندي الستاير هنا 4 ستاير، مش 4 على بعضيهم او 5 قطع على بعض، يعني مش ستاره عباره عن 5 قطع، لا، ده هم 5 ستاير، يعني كل ستاره لوحديها. الستاير دي مودرن او مودرن، ماشي يعني مودرن. الشكل بتاع الستاره اللي هو الحديث، اللي هي القماشه الليكرا اللي بتتحط في، يعني عندي القماشه عامله زي القماشه القاعده بتاع الانتريه الحديث. القماشات اللي انا عارضها لحضراتكم دي نفس قماشات الانتريه اللي هو الحديث، القماشه التقيله اللي هي الليكرا اللي بتتشد. القماشه دي السعر بتاعها غالي اصلا في السوق. فطبعا انا هفرجها لحضراتكم. عندي 4 ستاير، ستارتين اللي خلف مباشره اللي هي الاولى دي انا حاططها على ماسوره، في واحده في ظهرها تاني برضه حاططها على الماسوره، ولكن الاثنين مش ما لهمش علاقه ببعض، دي ستاره لوحدها ودي ستاره لوحدها. وعندي هنا ستارتين، انا هفرج حضراتكم بس على القماشه وعلى الشكل. دي لون اول ستاره، الستاره دي دول لون البتاع الاول زي ما ظهر كده من حضراتكم. انا هقرب اهو، شايفين الكرمشه دي بتبقى موضه، اللي حابب يكوي مفيش مشكله، حابب على كده برضه مفيش مشكله. اللمعه بتاعتها واضاءتها في منتهى الجمال. ادي شكل الستاره. طب القماشه بتاعتها، ابص بقى على القماشه، القماشه هنا اهي القماشه بتمط، شايفين القماشه هنا ماسكها في ايدي اهي، بتمط اهي، القماشه اهي بتمط. شايف بتمط ازاي اهي عامله يعني قماشه استك لكرة. القماشه عندي هنا اهي بتمط في ايدي، ماشي، قماشه مطاطه. عندي هنا طبعا يا واخده كرانيش اللي هو الوش والاستك بتاعها من ورا اهو، اللي انت حضرتك بتعلق الستاره فيه، او حضرتك. عن طبعا الستاره الاولى اهي دي ستاره اولى، الطول بتاعها 3 متر اهي، طولها هي طويله على فكره، الطول بتاعها اهي 3 متر. طب العرض كام؟ دي اول قطعه للستاره. القطعه الثانيه نفسها يعني اختها برضو في نفس النظام، في نفس العرض ونفس الطول، تتماشى في اي مكان الاثنين مع بعض، وممكن اي واحده تتحط على باب اوضه، على باب مطبخ، مفيش اي مشكله. ادي الشكل والمنظر العام للستاره زيها بالظبط. طب انا كده، هي كده كام في دي؟ كده تعمل لها حوالي متر وربع، متر ونص. طب انا في اخت علقت لي على اليوتيوب قالت لي يا استاذ مصطفى انت كنت عارض طبعا الفيديو المسبق ده، كنت عارض فيه ستاره 5 قطع ب 1000 ونص. قالت لي طبعا 1000 ونص غاليه، ده انا ممكن اعملها اقل من كده. فطبعا الكلام ده مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لاني انا كوجهه نظري لما اجي اتكلم على سعر الستاير دي، اولا صاحبهم اللي عملهم قبل العيد الكبير ده كان يعلقهم في العيد، بس ما حصلش نصيب. اقسم لي بالله العلي العظيم اللي هو عاملهم ب 4000 جنيه، وانا مصدقه، لان القماش فعلا غالي. لاني النهارده دي لو انا في ايدي ماسكها، لو هي وليكن متر ونص، وليكن انا بدي كمثال، هي دي حوالي متر او متر وربع، بس وليكن لو متر ونص مثلا،
هي ما بتاخدش قماش متر ونص، ده لو متر ونص بتاخد الدبل على طول. يعني القماشه بدل ما هي متر ونص بتحط عليها متر ونص تاني، يعني لو هي 3 متر تعمل معاك متر ونص. الكلام ده ازاي؟ الكشكشه دي، الكشكشه دي لما بيجي الترزي بيكشكش الستاره بتاخد معاه عدد قماش كتير. يعني ايه كشكشه؟ ايه بيكشكش؟ يعني انا دي كام في ايدي؟ وليكن دي متر، انا اديها كشكشه اهو، كشكشت كشكشت اهو، بدي كشكشه. فدي كشكشه، لما باجي افرد الكشكشه ما بتدينيش المسافه كلها بتاع المتر ونص، تديني مثلا وليكن متر الا ربع او نص متر. اصبح انا باخد العرض عرضين عشان الاخت بس تبقى واصل لها صوره اللي بتقول لي ب 1000 ونص ده غالي. طبعا دول الاربع ستاير انا عارضهم بكام؟ عارضهم ب 1500 جنيه الاربعه، بس بعد ما افرجهم لحضراتكم. طبعا هم معمولين ب 4000 قطع قماش ومصنعيه. النهارده حضرتك عشان تروح تجيب ستاره، يعني الستاره اللي وراها دي تعمل عرض حوالي 4 متر، يعني معاك من 4 متر وانت طالع، ده الفرده الستاره الواحده. يعني لما تيجي تتكلمي في 4 اللي هي في الوش الاولانيه تحط عليها 4، يعني الستاره الواحده 8 متر، وتخش على الستاره الثانيه 8 متر، ادي كده انت بتتكلمي في 16 متر، وتخش على دول وليكن 3 و3 6، عندك 6. واحنا بنتكلم في ورا هنا 8 و8 16، وعندك 6 يبقى كام؟ يبقى 22، لان عندي هنا 16 وهتكلم في 6 متر تاني، ادي عندك كده 22 متر. ده طبعا انت بتقطعي كقماش، غير الاستك اللي ورا، الشريط اللي ورا، غير مصنوعيه المنجد. فانا مصدقه في اللي هو قاله لي، ولكن انا عارضهم ب 1500 جنيه. ادي ستارتين، وهنتفرج على الستارتين اللي ورا. نقرب كاميرا الهاتف ونبص عليهم، بسم الله توكلنا على الله. عندي هنا لو بصيت على اول ستاره في الوجه الاول زي ما ظهر كده امام حضراتكم، طبعا انا عندي ستاره مش فارشها للاخر، هي مكشكشه اهي. الكشكشه اهي دي انا تانيها كده على بعض، دي الكشكشه بتاعتها، ولكن هي لو اتفردت هتجيب الصاله من الاول للاخر، ولكن انا المفروض بقف على حاجه وارجعها، ولكن انا ما رجعتهاش لورا. بس ادي المنظر بتاع الستاره، دي الكشكشه بتاعتها ممكن تتفرد بمكوى وممكن تتساب على كده، ما فيهاش اي مشكله. المفروض ان انا باجي هنا بمسك الستاره اهو، اهو مسكتها بضمها كده، لما بتتضم كده بتتلم معايا من الجنب الشمال. عندي دي المنظر بتاعها، هي الستاره تحفه وستاره جميله جدا ومشيتها في منتهى الجمال. وعلى فكره الستاره دي تقيله، يعني لو حضرتك حطها على شباك بيدخل شمس جامد، دي تعمل لك اغلاق تام للشمس، تخلي الشقه معتمه مش مدخله الشمس فيها. دي ميزه حلوه فيها، لان في ناس بتحب تنام على تكون الاوضه مظلمه، وفي ناس بتقول لك لا انا احب الاوضه تبقى منوره، ولكن دي بتخلي الاوضه مظلمه. طبعا ده الوجه الاول بالنسبه للستاره. ادي المنظر بتاعها اهي، منظر الستاره. وعندي طبعا دي بالنسبه للستاره هنا، لو بصيت من الجنب ده انا هشد الجنب ده، طبعا عندي ليها شراشيب، الاخت اللي كانت عاملاها مركبه ليها اهو شراشيب بس في جنب واحد مش في الجنبين. وادي شكل الستاره اهي، طبعا بتتفرد، دي الستاره دي كبيره على فكره. عندنا لو لميتها هبص الاقي الستاره الثانيه تحتيها اهي، دي الستاره الثانيه نفس الشكل الستارتين اللي انا عرضتهم لحضراتكم. عندي ادي الستاره اهي، اهي دي شكل تاني، بس دي مالهاش علاقه بدي، لان دول ستارتين انا بس حاططهم على ماسورتين فوقهم، بس انا قلت عشان تبقى مفروده لحضراتكم تبقى واصله شكلها عامل ايه بالظبط. ادي المنظر بتاع الستاره، نفس النظام ونفس الشكل ونفس الطول. عندي ادي الستاره اهي، والجنب التاني اهو نفس النظام اهو، وادي الشكل بتاع الستاره. طبعا انا بلم دي، بلمها كده على جنب تبقى واصله لحضراتكم المنظر بتاعها. ادي ستاره وادي ستاره، طبعا انا كده لميته، كده انا لامم الستاير مش فاردهم. طبعا لو فردت الستاره اهي معايا من فوق اهي، ادي الستاره اهي، لو فردتها للاخر من هنا ومن هنا نفس النظام. الستائر بفضل الله تحفه وفي منتهى الجمال. وانا اتكلمت كده في الاربع ستاير عاملين 1000 ونص ببلاش مش بفلوس. ان شاء الله نختم الفيديو، ان شاء الله اظن انا وضحت وشرحت ووصفت. اللي عايز اي شيء يتواصل معايا اول ما يشوف الفيديو مباشره، ما يبقاش الفيديو عنده يوم واثنين وثلاثه ويتواصل معايا. طبعا بالنسبه للاتصال 03 وحيد 33 76 71 8. وبالنسبه للعنوان صفة اللبن محافظه الجيزه امام مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. انا ارجو من الناس المتابعين والمشاهدين ما حدش يتصل بيا الساعه 11 صباحا، لان الساعه 11 صباحا انا ببقى نايم ما بقدرش ارد على حد في الهاتف. اللي عايز يتصل بيا من بعد الساعه 2 مساء، دي للتوضيح. كده انا خلصت كل المعلومات اللي عندي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.